السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا في كل مرة كابتن محمد بيبهرنا وتتوالى الأحداث مع كابتن محمد. حادثة بسيطة مع لاعبة في النادي اتعامل معاها بكل مصداقية. قبل ما أبدأ أي كلام عن اللي كابتن محمد بيعمله، أنا بس عايزة أشكر كابتن محمد جدا، لأنه بيتعامل مع اللي موجودين معاه في النادي زيهم زي أي حد من بره. يعني لو أي طفل جاله بأي مشكلة من بره اتعامل معها زي الفيديو القديم اللي حضراتكم شفتوه. هنا نرجع نتكلم عن اللي بيحصل مع البنوتة الجميلة اللي مع كابتن محمد. ابتدى يعقم الجرح، طبعا زي ما قلنا لازم يعقم الجرح ببتادين وشاش. بعد ما عقم الجرح ببتادين وشاش، ابتدى يعمل كومبريشن على الجرح، ضغط لازم يضغط عليه عشان لو في اي بليدنج، اي نزيف من اي نوع يقف. الضغط هيوقف اي نزيف، فبيضغط على الجرح بايديه بالشاش، لو في اي نزيف هيقف. ابتدى يضغط عليه طبعا لفترة لحد ما اتأكد ان ما بقاش فيه اي دم او اي مشكلة خالص خارجة من الجرح. عقم الجرح من جوه كويس جدا. بعد كده جاب الجرح على بعضه، الايدج دي على الايدج دي، وابتدى يحط امير بطريقه يعني مظبوطه من جوه ومن بره، بحيث ان الجرح يبقى جاي على بعضه ما يسيبش اي علامه. ما شاء الله عليه يعني. بامانه يعني ان كابتن محمد بيتعامل بما يرضي الله. زي ما احنا شايفين هو بيتعامل مع البنوته، مش ان هي حالة وخلاص، لا بيتعامل معاها وفعلا كلنا بنشوف ده بعينينا ان هي بنت من بناته. فربنا يجازيه خير عن اللي بيعمله عن ولادنا. احب اقول بس وده يعني كلام كابتن محمد، ان ما ينفعش حد يعمل اللي هو بيعمله الا لما يبقى عنده خبره. كابتن محمد بقاله كتير وبقاله زمن في المجال اللي احنا شايفينه ده، وده ما جاش من فراغ. فاحنا دايما يعني كده ما ينفعش ندخل في حاجه غير لما نبقوا شغالين فيها تمام 100% بمعنى اصح، لان ده جرح وما ينفعش فيه اي لعب. فانت عايز تتعامل مع حاجه جرح مشكله وما يسيبش علامة، لا لازم تبقى عارف بالظبط انت بتتعامل معاه ازاي. نرجع لمرجوعنا تاني. هو كده جاب الجرح وتمام ونشفه ومفيش اي مشاكل، حتى ما بيحطش عليه شاش من بره او بيغطيه، بيسيبه لحد ما ينشف خالص. بعد كام يوم بتلاقي مفيش جرح ولا في اي مشكلة ظاهرة في الوش خالص. لان طبعا هنحكي عن مشاكل الإبرة والخيط. أي دخلة إبرة بتسيب مكانها علامة في الوش. فيعني احب اشكر كابتن محمد عن اللي بيعمله مع اولاده بامانه يعني. فربنا يجازيه كل الخير